السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. صباحكم ورد وفل وياسمين، صباح العسل. النهارده بقى هنعمل حبة بسكوت، بسكوت عسل تحفة. بسكوت كده نشربه مع شاي، مع شاي بلبن، للفطار للعشاء، وانت قاعدة بقى سهرانة كده في الشتاء عايزة كوباية شاي بقى ومعاها بسكوتة كده تحفة. هنعمل حبة بسكوت سكر احلى من نشتريه من بره 100 مرة. طبعا مش هيبقى زي اللي احنا عاملينه في البيت، احنا بقى هنحط له اضافات كده من عندنا هتطلع تحفة. قبل بقى كده ما نسمي بسم الله نخش على المكونات بتاعتنا. متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ونوصلكوا كل جديد. حطوا لايك، اهم حاجه حطوا لايك. تعالوا نخش نسمي بسم الله كده. نعمل بسكوت في شفشق الخلاط، يعني عارفين بسكوت الخلاط ده بقى مفيش اسهل منه، مفيش سهل خالص خالص خالص. طبعا هنا انا معايا كوبايتين ونص دقيق، لو احتجت انا هحط عشان حسب نوع الدقيق بياخد سوائل قد ايه. انا معايا هنا كده شفشق الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش بصوا ما فيش اسهل من كده. ومعايا هنا نص كوبايه زيت ونص كوبايه سكر وبيضه واحده، حبه واحده من البيض اهي، ونص كوبايه سكر ونص كوبايه زيت وباكت فانيليا. وهناخد معلقه بمعلقه الشاي، معلقه بيكنج باودر. هننزل بقى بالبيضه. ننزل بالزيت بتاعنا، نص كوبايه زيت. تمام كده، مفيش اسهل من كده بقى. نص كوبايه السكر وباكت الفانيليا. شفتوا بقى بسكوت اسهل من كده؟ مفيش بسكوت اسهل من كده. هضرب بقى الحاجات بتاعتي دي كلها كده في الخلاط ونرجع مع بعض تاني. احنا مش هنحط حاجه، حطينا هنا بيضه واحده بحراره الغرفه، اهم حاجه تكون بيضه بحراره الغرفه. تمام كده، ونص كوبايه زيت ونص كوبايه سكر وباكت فانيليا. مش هنحط اي حاجه تانية. هضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني. انا كده فرمت في الخلاط تقيل خالص اهو. ننزله بقى في البوله بتاعتنا. اهم حاجه ننزل المقادير كلها، ما نسيبش حاجه عشان يبقى المقدار معانا مظبوط يعني. طبعا انا نزلت كل الخليط بتاعي كله، مننساش ذره الملح على الدقيق اهو. حطيت ذره ملح صغيره اهي. مننساش معلقه بيكنج باودر، معلقه بتاعه الشاي اهي. هنحطها على الدقيق نطره صغيره كده عشان تبقى المعلقه مليانه. هنزل بقى بالدقيق واحده واحده كده، مش هحط كله مره واحده. صلي بسم الله كده وان شاء الله يطلع معاكي احلى بسكوت. عايزه بقى تضعفي الكميه، هتحطي 2 بيضه، 2 حبه من البيض، وهتحطي كوبايه زيت وكوبايه سكر لو انت عايزه تضعفي الكميه يعني. طبعا عايزه تاني. زودي كده معلقتين دقيق ومعلقتين دقيق. طبعا بقى هعجنها بايدي عشان ايه يعني تعرفي ملمس العجينه بايدك. طبعا البسكوت بتاعنا ما بيتعجنش، بيتلم بس كده. طبعا عايز حبه دقيق كمان، حبه صغيرين. زودي معلقتين بمعلقتين. حلوه قوي، هعرفها بايدي ديت اهي عشان ايدي بتلزق فمش هتبان معايا بالايد دي اهي. بصوا، نعمل حاجه بقى هنا اختياريه او اختياري. الشوكولاته اللي هي الصغيره ديت حط منها معلقه، حطها كده على البسكوت عشان يبقى طعمها حلو في البسكوت. خلي البسكوته معاكي جميله جميله جميله. معلقتين 2 بتاعت الاكل كده، لو مش موجوده عندك ما فيش مشكله، استغنى عنها خالص يعني، دي اختياري يعني. بصوا بقى
البسكوت بتاعنا بقى جميل ازاي. بس انا معلش اوريكم بس الشوكولاته عشان انا كانت ايديا في العجين. بصوا شوكولاته شيبس اللي هي الصغيره خالص اللي بتبقى حبيبات صغيره، هي مش عارفه انتوا شايفينها، هحطها لكم هنا كده. بصوا حبيبات صغيره خالص كده اهي، دي اللي انا حطيتها معلقتين على عجين تمام كده. بس معلش اوريها لكم عشان الشوكولاته دي حلوه قوي قوي، مش غاليه يعني العلبه كلها رخيصه مش غاليه تمام كده. نبدأ بقى نعمل العجينة بتاعتنا، نشكل العجين بتاعنا. طبعا لو عندك الرخامة او القطاعة او اللي هو المفرش بتاع العجين ده، انا كده فردة ورقة زبدة. حاولي بقى اللي انت تسويها بالراحة كده. بصوا اهي فرمتها كده. حاولي بقى كل الصوابع تبقى زي بعضها كده عشان يبقى كلها سوا واحد عشان تبقى شكلها حلو. وصفة الصينية مدهونة زيت، اهم حاجة تكون الصينية مدهونة زيت. سيبي ما بينهم مسافة كده. حاولي تسيسي العجينة كده عشان هي يعني بتلزق شوية. حاولي تسيبي بينهم مسافة لان انت لسه هترتفع في الفرن عشان حاطين لها بيكنج باودر. بصوا بالنظر كده اهي، يعني لو انت مش عايزة تقيسي بالنظر بس كده. طبعا ما بتاخدش وقت خالص خالص، في ثانية كده بنكون مخلصين. حلوة قوي مع الفطار الصبح كده مع كوباية شاي بلبن او كوباية شاي، بصراحة حلوة قوي قوي. البنات يفطروا كده بيها او الاطفال يفطروا بيها وهم رايحين المدرسة كده، بتبقى حلوة قوي. ممكن ياخدوها معاهم كمان المدرسة. كمان هي عشان فيها شوكولاتة ولسه برضو هنحط لها اضافة برضو حلوة قوي. خليكم كده برضو معايا لاخر الفيديو. هحط لها برضو مكون كده للاطفال هيحبوها اكتر عشان ما يشتروش حاجة من بره. احسن ما يروحوا يشتروا بسكوت من المدرسة ولا شيبس ولا يعملوا اي حاجة، يعملوا كل حاجة في البيت. طبعا لو عايز تخنها كده شويه مفيش مشكله، انا بحبها تبقى يعني مش تخينه قوي عشان هي برضو لسه هترتفع شويه، لسه هتخمر كده. لما مش تخمر البيكنج باودر هيخليها تنفش كده وتبقى حلوه برضو، عشان يبقى الصباع معاكي مش تخين قوي يعني، او البسكوته يعني. اهم حاجه بقى نسيب مسافه كده ما بينهم. بصوا انا دهنتها زيت، اهم حاجه تدهني الصينيه زيت عشان ما تلزقش معاكي. خلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه ديت، وبعدين نرجع بقى مع بعض نولع الفرن كده يسخن ونشوف هنعمل ايه. كده خلصنا الكميه بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. بصوا عاملين كميه قد ايه اهو، 3 4 كده في ثانيه صغنطوطه خالص كده اهو. اسخن الفرن على درجه حراره 180 وادخلها في الرف الوسطاني، في الرف اللي في النص، الشبكه تبقى في النص، وندخلها في درجه حراره 180 حسب درجة الفرن عندك. انا درجة الفرن عندي عالية قوي، يعني الفرن عندي ناره عالية، فهخليها على 150. انت لو الفرن بتاعك ناره حلوة يعني هادية شوية، اعمليها على درجة 180. ادخلها بقى الفرن ونشوف لما تطلع معانا اوريها لكم. بس انا حطيتهم على ورق الزبدة في البسكوتة معانا تحفة من غير ما نحط لها اي حاجة لسه. حلوة قوي بصراحة. معايا حبة شوكولاتة كده، سيحت مكعب شوكولاتة. بصوا بقى هعمل بقى عليه كده خطوط كده على ورق الزبدة كده ورصيه، يطلع معاكي شكله جميل. اي اشكال دي بقى خلي الاطفال بقى يحبوه كده ويبقى جميل. مكعب بس شوكولاتة واحد بس.
نسيبه بقى على ورقه الزبده كده لغايه بقى ما ينشف الشوكولاته تنشف عليه حلو. وبعدين بقى ايه نرجع نلموه كده ونوريه لكم. البسكوت بتاعنا بصوا تحفه، عسل عسل عسل. حطينا بقى عليه شوكولاته كده عشان ايه يغري الاطفال وما يشتروش حاجه من بره. بصوا جماله، بصوا بصوا ناعم خالص وطعمه زي العسل. بصوا الجمال، حلوه قوي قوي قوي. جربوا الطريقه دي حلوه في البسكوت. بسم الله ما شاء الله طالع زي العسل. طالعه معايا كميه حلوه. بصوا نص كوبايه زيت ونص كوبايه سكر وواحده حبه واحده بيض. وده كانت الوصفه بتاعتنا النهارده او البسكوت الجميل، احلى من نشتريه من بره. جربوا الطريقه ديت ان شاء الله تعجبكم. مع مطبخ مشيره في شحيره. اللي مشتركش في القناه يتشرفني ونورني ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. حطوا لايك، متنسوش تحطوا اللايك اهم حاجه عشان تعبي ما يروحش بالله عليكم. يعني يا ريت تحطوا اللي يشوف الفيديو يحط لايك. بصوا الجمال، حبه بسكوت نواعم عسل عسل عسل. ان شاء الله يعجبكم. حطوا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.